مساء السعادة يا حبايب قلب، مساء الهنا. أحلى طبق بتنجان مخلل العشق كله، جنب الفول والطعمية حطيها، جنب الرز المعمر والبطاطس حطيه، جنب أي أكل ما تقدريش تستغنى عنه. يعني طبق كده فاخر من الآخر، طريقته سهلة وبسيطة. كل اللي احنا بنحتاجه بتنجان، خل، فلفل حامي وفلفل بارد، شكرا على كده، وحبة وحبة ملح، ما محتاجش حاجة أكتر من كده. ماشي، اسلقيه. ماشي، وفي البرطمان وحطيه، وفي السفرة وقدميه، وبألف هنا وشفا تكليف. بتنجان كده بصوا حاجة مش قادرة أقاوم، جميل جدا والله العظيم يا جماعة، أحسن من المقلي بس حراق جدا. تعالوا يا حبايب قلبي يلا نشوف المقادير. أنا دلوقتي معايا مكونات البتنجان سهلة وبسيطة. معايا البتنجان حسب الكمية اللي عندك، كيلو، كيلو وربع، كيلو ونص، إن شاء الله يكون نص كيلو. معايا بنجر ومعايا خل. ونسمي الله، حلة على النار كده. البتنجان طبعا مغسول زي الفل زي ما انتم شايفين اهو، ومتشال منه القمع بتاعه زي ما انتم شايفين. انا مش بقطعه ومش بشقه قبل ما اسلقه، وزي ما انتم شايفينه مقمعينه كده اهو. ماشي، هنسلقه بطريقه سهله وبسيطه وجميله واحسن بقى من القلي والزيت وكده. اهو هندخله في الحله كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. غسله البتنجان كويس ومقمعاها، لا مقطعاه ولا عامله فيه حاجه، مش مقطعه البتنجان خالص. قطع بعد بعد ما نسلقه اهو كده على النار. انزل عليه بقى بميه مغليه كده من الكتل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي يا حبايب قلبي كده. بصوا، هو بياخد بالظبط 3 دقايق بعد الغليان، يعني مجرد ما يغلي تسيبيه يغلي 3 دقايق بس، ان انا مش عايزاه يستوي قوي. انا عايزه الباذنجانيه تفضل محتفظه كده بنفسها، يعني ولا هي جامده ولا هي نيه ولا هي مستويه قوي، بحيث ان انا لما اجي احطها في البرطمان كده واخللها تفضل معايا اطول فتره. ما هو زي المقلي طبعا بينهرى مننا. معايا البنجر ده، انا مش محتاجه غير القطعتين دول. البنجر ده انا مخرجاه من الفريزر، ببقى خازنينه زي ما انتوا عارفين اهو، شريحتين كده من البنجر، او مش اكتر من كده. وبرده هحط حوالي معلقتين خل كده او 3 معالق خل، هتخلي الباذنجان يحتفظ بلونه برده زي ما انتوا شايفين كده اهو. صلوا على النبي حبايب قلبي. يلا بينا بقى نعمل الحشوه اللي احنا هنحطها في قلب الباذنجان. طبعا انا معايا توم اهو، يعني انا ممكن احط له توم، بس انا النهارده مش هفرمه عشان انا هحطه هيقعد معاكي اطول فتره في الفريزر في الثلاجه، ممكن يقعد 3 اسابيع، ممكن يقعد شهر، مش هيجرى له اي حاجه. امتى يجرى له حاجه؟ لو انا حطيت التوم ده مع الخلطه بتاعت الباذنجان، هيخلي التوم يعفن وينهري منك، هيخلي الباذنجان قصدي يعفن، يعني التوم ده هو اللي هيخلي الباذنجان يعفن وينهري منك، مش هحط منه. انا النهارده هحط هحط فلفل زي ما انتم شايفين كده اهو، حط في قرن فلفل رومي كده احمر، لان الشطه دي حاميه جدا جدا، فانا حابه احط من ده عشان يعني يخليه بارد شويه. الاحمر ده الرومي ده يخليه بارد شويه، لانه هو حامي، الفلفل ده حامي جدا، شطه حاميه جدا جدا اهي. ماشي، حاميه جدا اهي. كده قطعت اهو، حامي وبارد اهو. كده قطعت الفلفل يا حبايب قلبي كده زي ما انتوا شايفين اهو. نسمي الله ونروح على الكبه بتاعتنا. صلوا على النبي حبايب قلبي كده، صلوا على النبي، هي اللي هتنفعنا صلاه الصلاه على النبي دي يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حطيت هنا فلفل بارد وفلفل حامي. حط بقى ملح. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. احط حوالي تبلت، ما هو ده كيلو ونص بتنجان، حط حوالي 4 معالق ملح اهو، كفايه كده شكرا. يبقى انا حطيت هنا مش حطيتش توم، التوم قدام انا ممكن احطه بس انا مش هحط توم. ماشي، ممكن احط بقى حبه كزبره، كزبره ناشفه. ممكن احط تاني، احط كمون. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده عليه كمون كده حلو. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي حبايب قلبي. كده خلاص خلصنا فرن، متاخدش وقت خالص.
كده زي ما انتم شايفين اهو، فلفل بارد مع فلفل ايه حامي مع ملح مع حبة كزبرة ناشفة مع معلقتين ايه كمون مع ملح. هو ده ايه تتبيلة البتنجان الجميلة دي. اللي بقى بيحب الأكل السبايسي بقى خش على التتبيلة الجميلة الخطيرة دي. خلاص كده. بصوا حبايب قلبي، هو كده ايه بدأ يغلي اهو. احسب بقى من بعد الغليان ده 3 دقايق بالظبط، لان انا مش عايزاه يستوي، انا عايزاه يبقى متماسك، البرنجان متماسكه كده. بصوا حبايب قلبي اهو، انا كده بخرجه من الميه السخنه على طول، لان لو سبته في الميه السخنه قلبه هيفضى من جوه وهينهرى منك. انا عايزه البرنجانه تفضل بصوا محتفظه بنفسها كده. بصوا اهي رغم انها صغيره بس محتفظه بنفسها كده. وكل ما البدنجان بتاع تخليل البدنجان المسلوق ده كل ما تبقى البدنجانيه صغيره تبقى احسن. بصوا اهي انا ماسكها لكم، انا ببرده وبخرجه من الميه اهو، ومش هرمي الميه انا مغذياها وحاطه لها بنجر يعني قيمه غذائيه عاليه. اهو تمام كده اهو. انا بقى هخلص واوريكم الشكل برضه النهائي. بصوا حبايبي بالسكينه كده فاتحه كده، بصوا قلب البدنجانيه على قد ما هي صغيره. بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين ولا قلبها مفضي من جوه ولا اسود ولا فيه اي حاجه. وهجيب معلقه كده واحط الحشوه بتاعتي الجميله دي اهو. البتنجانيه كل ما تبقى صغيره تبقى احسن وسخنه جدا. خلصت طبعا. انا سبت الباقي بقى عشان ما اعملوش معاكم، عشان الفيديو بس ما يبقاش طويل عليكم. انتوا طبعا كلكم عارفين بفتح ازاي. انا عندي هنا المره اللي انا سلقت فيها البتنجان، خدت منها حبه وهنزل فيها حبه بهرسه الفلفل دي، فلفل حامي وفلفل بارد زي ما قلت لكم، كزبره وكمون وملح، مش اكتر من كده. اقلب كده وفي البرطمان وحطيه كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. احلى بتنجان مخلل يا حبايب قلبي. خلاص عبيته في البرطمان ونزلت بالميه كده زي ما انتوا شايفين اهو. يفضل معاكي 3 اسابيع. حدقت الميه عشان تحدقلي البتنجانيه من جسمها من بره. ايه رايكم في الجمال ده؟ انا عبيت كل الكميه اهو زي ما انتوا شايفين. هيتحط في باب التلاجة ماشي اهو. تحط في باب التلاجة كده. ولا اجدعها بتنجان مخلل من اجدعها محل مخللات. بتنجان مسلوق مخلل بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه ونظافه 100% اهو. بصوا مش قادره اقول لكم، طبعا اللي ملوش في الحرق ما يقربلوش. بصوا البتنجان ده خطير، اقسم بالله خطير. لو ما كنتش نفسك تاكلي هيفتح نفسك على الاكل. ايه رايكم؟ اتمنى يا حبايب قلبي ان الفيديو يكون عجبكم وقدرت افيدكم بحاجه. اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.